يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم حبايبي الحلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الصابون البلدي في البيت، صابون المواعين، الصابون الأسمر اللي احنا بنشتريه اللي كانت الحتة ب2 جنيه بقت النهاردة ب5 جنيه. يلا هنعملها ازاي؟ من بواقي الزيت المستعمل. ما عندك شوية قشر ليمون لماهم من طبخة 2 3 في المطبخ، عينهم في الفريزر، وقت ما تعوزوهم هتطلعيهم. هتعملي فيهم ايه؟ هتحطوهم في شوية مية على النار، تغليهم كام غلوة كده عشان ناخد الخلاصة بتاعتهم ونستعملهم في الصابون ده. هناخد المية بس. ماشي، خدنا المية. هناخد قد ايه من المية؟ هناخد 2.5 كوب من المية دي في قلب بلاستيكة زي دي. ما نستعملش لا ألمونيا ولا ستانلس عشان ما تبوظش وتنقر وتبوظ معاكي. احنا بنوفر ولا بنوفرش؟ احنا بنوفر في الصابون. هنقوم نخسر حلة او طبق سلستين. هناخد ايه؟ هناخد 2.5 كوب من الليمون، مية الليمون، وهنحط عليهم 1.5 من الزيت. يبقى هو المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ 1.5 من الزيت المستعمل متصفي، معاهم 2.5 من مية سلق الليمون، معاهم ربع كيلو صودا قشورة اهيت. احطها على المية بتاعت الليمون. شوفوا حصل لها غليان ازاي فورا، لان هي صودا كاويه. وخلي بالك وانت بتستعمليها البسي كميه ما يبقاش حواليكي اطفال، وافتحي الشباك او اقعدي في حته مفتوحه. دوبتها كويس جدا وهسيبها لما الميه تهدى، لان الميه بتسخن جدا. هسيبها لما تهدى، بعد كده هنزل عليها ب1.5 من الزيت. بالصفيين، صفيهم من بواقي السمك، بواقي البطاطس، بواقي البرنجان، اي قشور اي بذور فيهم صفيهم كويس عشان تبقى الصابونه بيضه مفيش فيها اي رواسب. ماشي، صفناه. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هندوبهم كويس جدا جدا جدا. وهو بياخد شغل كتير على فكره، مش نص ساعه. من قعدت اكتر من 3 ساعات اعمل فيه. اتقلب واسيبهم وارجع، اتقلب ارتاح وارجع اقعد شغله تانية وارجع اسيبهم واجي. هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم معلقه ونص ملح ومعلقه ونص سكر. ليه؟ هقول لك ليه. الملح بيخليه ينشف معاك بسرعه، السكر بيعزز الرغوه بتاعته. اوكي. هحط معاهم ايه كمان؟ هحط معاهم ليمونه 2 حسب ما هو موجود عندك. انا حطيت ليمونه ولقيت نص ليمونه كمان حطيته عليهم، يبقى حطيت عليهم حوالي ليمونتين عصرتهم كده. او لو عندك شويه جليسلين بتحطهم على ايديكي، حط له معلقه واحده جليسلين. بس انا حطيت الليمون لان ما كانش هتوفر عندي ساعتها جليسلين. واقعد اضرب فيهم كده، واضرب لما اللون بتاعهم يفتح وتحس ان هو تقل معاكي. اسيبه وارجع له تاني كمان شويه. شوفوا بيتقل ازاي معايا، عشان انا ضربته كتير جدا جدا. لو عندك هاند بلندر يبقى جميل، لو عندك شفشق خلاط قديم يبقى اجمل، مش هتستعمليه تاني. هحط عليه إيه كمان؟ هحط عليه نص كوبايه صابون سائل، بس يكون نوع كويس، نوع شركات اللي احنا بنشتريه في العلب اللي بتيجي من السوبر ماركت، مش من الصابون السائل بتاع المحلات اللي بيتباع بالكيلو. لا، الصابون عشان يعزز الرغوه وتبقى الصابونه محترمه. ده لو هتغسلوا المواعين. لو هتغسلوا هدوم حط عليه كيس اوكسي سائل او برسيل جل او حاجه من الحاجات دي. لكن هغسل بيه المواعين هحط له كوبايه صابون، نص كوبايه صابون سائل من بتاع الشركات. شوفوا اللون فتح معاك ازاي وتقل، لان انا بسيبه وارجع اضرب فيه، اسيبه وارجع اضرب فيه، بياخد شغل كتير جدا. سلطت عليه جيزه جوزك ولا ابنك يشتغل فيه. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هنزل عليه بكوبايه دقيق. يعني ازازه ونص زيت دول خدوا مني نص كوبايه صابون سائل وكوبايه دقيق، كوبايه ومعلقتين بالظبط، كوبايه ومعلقتين. هضربهم كده زي خليط الكيك، وعشان امنع التكتلات بتاعتهم هضربهم لما يبقى خليط متجانس كده انسيابي كده زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. وبعد كده هحط عليهم، لقيته خايف شويه هحط عليه كمان معلقتين من الدقيق عشان عايزاه يربط بسرعه، لان كنت محتاجاه جدا. وهتستعمليه امتى بقى؟ على الاقل اسبوع، دي اقل حاجه. كل ما يقعد كل ما يحلو، يعني قعدتيه شهر يبقى احلى. بس عشان تستعمليه بعد 10 ايام او اسبوع يكون الصودا راحت منه، عشان ما يوجعش ايديك ويقشر لك ايديك ويخلي فيها تشققات. هجيب صينيه المونيا عندك قديمه ما تستعملهاش، صندوق رنجه، كرتونه، دي كرتونه كوتشر كنت شارياها ومحتفظه بيها عشان اعمل فيها. وهتسكني فيها كده مشمع عشان يبقى سهل الطلوع على الصابونه. تسكني كويس، بعد كده تنزلي بالخليط اللي انت عملتيه ده اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. نزلت بالخليط. وحليمي طبعا اللي في الجردل ده بسبيتيولا عندي قديمه برده، مش هخلي اي حاجه فيه اهي. السبيتيولا دي قديمه ما بستعملهاش. وهسكنه كويس في الكرتونه وههزه كويس جدا على الترابيزه عشان كله يثبت معايا. وهسيبه لمده 4 ساعات في حته كده بارده كده مهويه اهو زي ما حضراتكم شايفين حالا اهوت. شوفوا ده خلاص، شوفوا نشف خالص. ده دي بعد 4 ساعات.
بعد كده هعمل ايه؟ هجيب السكينه واقطعه بقى مكعبات زي ما انت عايزه، كبير صغير زي ما انت عايز. انا عملته مكعبات كبيره شويه عشان انا ايه بستعمله دوبك في غسيل الحل الالومنيوم، مفيش اكتر من كده. اي حاجه الومنيوم بغسله بيها. هقطعه بقى زي ما انتم شايفين كده، هقطعه ايه مربعات كده ايه. يعني المربع انا بشتري الصابونه اللي هي العاديه خالص اللي جبت له بتيجي نص واحده من دي ب5 جنيه. امال دي هنبيعوها بايه؟ انا الازازه ونص زيت دول قعدت الم فيهم حوالي شهرين. يعني برضو انا ما بهدرش زيت كتير، يعني كوني طبعا ما بتهدرش زيت كتير، بس اي حاجه اي لو بقعه صغيره في ارضيه الطاسه بصفيها وبعينها في ازازه قديمه كده. شوفوا الصابونه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. شوفوا محترمه، خارطه محترمه، يعني حاجه كده تملى العين ما شاء الله. يعني خارطه محترمه، خارطه يعني. شوفوا منظرها قدامكم عامله ازاي. الصابونه ده قد صابونتين اللي احنا بنشتريها من المحلات اهي. شوفوا ما شاء الله، وناشفه ناشفه ناشفه يعني. شوفوا مش طريه من قلبها والحاجه دي. من ايه دي؟ من المعلقه ونص دقيق والمعلقه ونص ملح اسفه وشويه الدقيق اللي انا حاطه. ممكن تعمليه من غير دقيق، بس هو في الدقيق بروعه بصراحه، بينشف بسرعه. هجرب لكم الرغوه بتاعته. شوفي ادي الميه، هي ميه بيضه عاديه ولا الصابونه بايدي، حتى ما كنتش سبونشه ولا حاجه، لان السبونشه طبعا بتزود الرغوه. لا دي بايدي اهي. هوريكم الرغوه شكلها ايه دلوقتي. شوفوا بدات تطلع. شوفوا الرغوه. خليكم معايا. شوفوا الرغوه، وهي لسه يعني لسه طريه برضه، يعني لسه يبقى ما غلقتش 4 ساعات دي. شوفوا الرغوه عامله ازاي قدامكم. ده طبعا ده ايه طبعا من المكونات اللي حطاها فيها، والليمون وشويه الصابون السائل ده كله بيعزز الرغوه بقى، وبينضف بصراحه، منضف وبلمع جميل جدا جدا جدا. شوفوا الرغوه بسم الله ما شاء الله. يلا يا جماعه، ما عادش لايك للفيديو يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس. شجعوني وكومنت حلو وقولوا ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.